خد المعلومة دي على الصبح كده. أحمد يحيى وكيل أحمد عبد القادر يهدد النادي الأهلي بالتوجه بالشكوى للفيفا في حال عدم نزول احمد عبد القادر مره اخرى للتدريبات. طبعا كلنا عارفين قصه احمد عبد القادر، ان اللاعب عايز يفسخ عقده او عايز يوصل مع النادي الاهلي لفسخ التعاقد بتاعه، ولكن كابتن محمد يوسف بلغه انت يا تجيب عرض وتمشي يا تفضل معانا موجود في النادي الاهلي السنه اللي فاضلالك، بس يعني تقريبا كده هيجمدوه. فبالتالي اللاعب ما بيشاركش في التدريبات الجماعيه وما زال على ذمه النادي وباقي في العقد بتاعه سنه. فوكيل احمد عبد القادر قال للكابتن محمد يوسف احنا ممكن نلجا للفيفا، خصوصا ان اللاعب لسه موجود في النادي وانتم مانعينه من المشاركات في التدريبات الجماعيه وبيتدرب لوحده، وفي تصوير موجود بيثبت الكلام ده. انت من وجهه نظرك شايف النادي الاهلي يعمل ايه مع احمد عبد القادر؟